هنعمل النهاردة الأكلة الجميلة ديك مع بعض. أكلة تنفع بقى للعزومات للمناسبات، جميلة جدا. هعرفك ازاي تحمر الفراخ بالطريقة الجميلة ديك وسير التتبيلة بتاعتها اللي هتديها أحلى طعم بإذن الله، والمحاشي بأنواعها والجلاش المقرمش والملوخية بقى وطشتها الجميلة. كل ده هتعرفيه في الفيديو معانا. لو مش مشتركة في القناة يشرفني اشتراكك فيها وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات. بحبكم في الله، ونبدأ ونقول بسم الله والصلاة والسلام على نبي الله مصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. معانا هنا الفراخ نقعاها في مية وملح وخل وليمون، غسلتها كويس طبعا. وهنا بقى معانا مية حطيت فيها بصلاية، قطعت فيها بصلاية وورق لوري وفلفل أسمر وحبهان وملح. هسيبها بقى تغلي وبعد كده ننزل فيها الفراخ هنا نسلقها 3/4 سلقة بس. معانا هنا بقى بصل عشان نعمل الخلطة بتاعة المحشي، حط عليه زيت وسمنة يا دوبك يصفر بس ما بحبش احمره. ونزلت عليه بالطماطم. الطماطم طبعا لازم تكون حمرا، وانا حاطه كمان معاها قرن فلفل احمر بيديها طعم وتست جميل جدا. هنا التسبيكه بتاعة المحشي هي اتسبكت. هنبتدي بقى ننزل عليها بالتوابل، فلفل وتوابل المحشي وكمون وشطه وملح، ونقلب بقى كده. معايا الرز غسلاه ومصفيه كويس، ابتدي انزل بيه على التخديعه بتاعتنا. وهنا معانا خضره مشكله، كزبره على بقدونس على شبت. كده بقى خلطه المحشي بقت جاهزه معانا. نقلب دقيقه واحده ونطفي عليها. اجمل طريقه ممكن تعملي بيها المحشي واجمل خلطه. معنا هنا بقى الميه غلت بتاعه الفراخ. هنا طبعا الفراخ قلنا غسلينها ونعينها كويس في ميه وخل وليمون وملح عشان نتخلص من اي زفاره. وهنسويها 3/4 سوا بس. اغطي عليها. معايا هنا ورق عنب سلقاه، انا طبعا بختصر في الفيديو كتير. ممكن لو عايزه تعرفي الطريقه بالتفصيل هسيب لك الروابط في صندوق الوصف. معانا هنا ورق العنب انا بسلقه، بحط معلقتين زيت كده في الميه ونص ليمونه، ووقت ما يغلي الميه تغلي نقوم ساقطين ورق العنب فيها بعد ما ننضفه، ياخد غلوه واحده بس وبعد كده نشيله منها ونلف بقى بالشكل ده. معايا هنا الورقه كبيره فانا قسمتها نصين. انا عملت معاكم المحشي هنا كذا مره في القناه. البنات اللي ما بتعرفش، اللي لسه متجوزه ما بتعرفش انها تلف محشي، هتلاقيني عامله لها الطريقه بالتفصيل. تلفها على الرخامه ازاي او على اي حاجه. وبص بنلف من جميع النواحي ونقفل على الرز. تمام. هنا بقى خلصت الحله بتاعتنا، ابتدي اللي انا اشربها. هنا التشريب بتاع المحشي يعني بص لحد اخر سطر، اذا كان كرنب او ورق عنب لحد اخر سطر. اغطي عليها وبعد ما تغلي على العالي اقوم موطيه عليها بقى بعد ما تتشرب. وعملت هنا فلفل وبتنجان وكوسه نفس الكلام، اولع عليه واسقيه لحد نص البتنجانه بس. وبرده وقت ما يغلي ويتشرب نقوم موطين عليه. معانا بقى هنا الخلطه الجميله بتاعه الفراخ بتاعتنا، معلقتين كاتشب، معلقتين زيت، معلقتين خل، فلفل، كمون، وندهن بيهم بقى كده وندخلها على فرن بقى درجة حرارته عالية لحد ما تاخد اللون من فوق. لو اللون محمرش معاكي كويس ممكن تولعي عليه الشواية. هنا هبتدي اعمل بقى في الجلاش. حمرت بصلايه كده صفرتها بس ونزلت عليها باللحمه وقرن فلفل. هنزل بقى بالتوابل، فلفل اسمر، كمون، شويه شطه صغيرين كده.
بعد هنا ما استوت معانا اللحمه ننزل عليها بالملح. تمام، نقلب بقى. خلاص كده هطفي. معانا هنا نص كيلو من الجلاش، ومعايا الصينيه دهنها سمنه. هبتدي بقى اخد رقين رقين وادهنهم بالسمنه. معايا في الطبق ورا هو كده حوالي 5 معالق سمنه مسيحاها. ابتدي بقى انزل كده كل رقين انزل بيه عشان يبقى مورق ومقرمش وجميل معانا. ندهن بقى كده. نخلص هنا نص لفة الجلاش من تحت، وبعد كده نحط اللحمة. تمام كده. لازم كل رقين نحط سمنة، متبقاش دسمة اوي ولا اي حاجة، هو بيساعد بس على قرمشة الجلاش. ابتدي انزل بقى باللحمة اللي عصجناها سوا. نفردها بقى كده كويس في النص، واللي احنا عملناه من تحت نعيده تاني من فوق. رقين رقين من الجلاش كده وندهنهم بالسمنة. اخر رق بقى هنا كده معانا من الجلاش، نقوم بقى مدخلين على اطرافه من ناحية جوه كده عشان تتقطع معانا تقطيعة مظبوطة. ابتدي بقى اللي انا اقطعها. قطعيها على حسب ما تحبي. انا هنا قطعتها كده مربعات. تمام كده. ما تنسونيش يا جماعه بلايك واشتراك في القناه. القناه محتواها جميل هتعجبكم جدا. اتمنى متابعتكم ليا. هنا خلاص قطعتها بقى بالشكل ده. معايا هنا بقى كوبايه من اللبن احط عليها بيضايه وشويه ملح صغيرين وفلفل اسمر. تمام كده. ابتدي هنا بقى اقلب البيضه لحد ما تختفي في اللبن وانزل بيها على الجلاش، واحطها على فرن برضو ساخن مسبقا على درجه حراره 200. لو احمرت من تحت وما احمرتش من فوق ولا عليها الشوايه. تمام كده. هنا بقى نعمل شويه ملوخيه هتاكلي صوابعك وراهم، حاجه كده اخر جمال. معانا هنا شوربه، حطيت فيها بقى نص معلقه توم، مكعب مرقه دجاج. مرقه الدجاج هنا بتطعمها قوي. والملوخيه بقى مخرطينها اهي. ننزل بيها تاخد غلوه واحده، ما تسيبهاش تغلي كتير عشان ما ترقدش منك. هي غلوه واحده ونقوم شايلينها. انا بعد ما غليتها بقى شلتها حطيتها في الطاجن اللي هطش فيه. وهنا بقى التوم حطيت عليه كزبره. اول ما يحمر بقى نطش بيه الملوخيه. اجمل ملوخيه ممكن تاكليها، جميله 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 بالطريقه دي. اهم حاجه ما تسيبيش الملوخيه تغلي كتير عشان ما ترقدش منك. تمام. الله على الجمال. وادي اكلنا النهارده. اكل اخر جمال. وهنا بصوا الجلاش مقرمش مورق جميل قوي. بحبكم في الله. تنسوش يا جماعه تدعموني في القناه. واقول لكم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.